للمرة الأولى في تاريخ البلاد افتتحت في إثيوبيا أول كلية جامعية للدراسات الإسلامية. الكلية الجديدة تمنح طلابها درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الإسلامية واللغة العربية، وتعتبر جسرا للتواصل بين إثيوبيا والعالم الإسلامي على المستويات المعرفية والثقافية. وكانت إثيوبيا تفتقر على مدى عقود لمؤسسات علمية وجامعية تتولى زمام التعليم الإسلامي فيها. من مدينة أداما في وسط إثيوبيا بدأ مشوار أول كلية جامعية لتدريس العلوم الإسلامية في البلاد. حفل التدشين كان صاخبا، فالحدث تاريخي وكبير حسب ما قال القائمون عليه، إذ كانت إثيوبيا تفتقر على مدى عقود إلى مؤسسات علمية وجامعية تتولى زمام مبادرة التعليم الإسلامي في البلاد. إن هذا اليوم هو يوم تاريخي للمسلمين، فهو يوم كولادة للمجتمع الإسلامي في هذا البلد، لأنه المسلمون لم تكن لهم مؤسسات علمية، مؤسسات جامعية تخرج أبناء المسلمين. كان طالبو العلم الشرعي في إثيوبيا يتجشمون عناء السفر للدراسة في دول الجوار، والمحظوظ منهم من يجد منحة تعينه على إكمال دراسته العليا. أما اليوم فهذه الكلية ستمنح منتسبيها درجة البكالوريوس في تخصصين كخطوة أولى، مع خطة طموحة للتحول إلى جامعة تشمل التخصصات كافة. الآن فهم يتخرجون بنسبة هذه التخصصات في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، فهم يتخرجون بمرحلة بكالوريوس أو الجامعة إن شاء الله تعالى. وأمنياتنا لانتهاز هذه الفرصة التي سنحت لمسلمي الحبشة عموما، فنريد إن شاء الله تعالى أن نفتح قريبا، ونتمنى أن تفتح لنا جامعة إسلامية في كل محافظة من المحافظات في إثيوبيا إن شاء الله تعالى. تسعى الكلية لأن تكون جسرا للتواصل بين إثيوبيا والعالم الإسلامي على المستويات المعرفية والثقافية، وافتتاحها في هذا التوقيت يعتبر إحدى ثمرات الانفتاح التي تشهدها إثيوبيا منذ شهور. تشهد إثيوبيا منذ إبريل نيسان الماضي خطوات إصلاحية دفعت بكثير من قادة مسلمي إثيوبيا إلى العودة إلى البلاد بعد عقود قضوها في المنفى، كما توسطت الحكومة لرأب الصدع بين مكونات المجتمع المسلم وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أكبر هيئة مستقلة تمثل مسلمي إثيوبيا، ليكون مؤلفا من التيارات الإسلامية كافة. حسن رزاق، الجزيرة، من مدينة أداما، إثيوبيا.